دور الجزائر في مؤامرة سبتة الرئيس الجزائري عبد المجيد والمخابرات الجزائرية. يريدوا أن يفسدوا عيد العرش، واحد. اثنين، يريدوا الوقيعة ما بين المغرب وبين أسبانيا. مفيش مصيبة بتحصل في المنطقة دي إلا لما لازم يكون وراها مخابرات عبلة وقصر المرادية. ليس غريبا أن يستيقظ المتابع كلما انفجرت أزمة داخلية في المغرب على اتهام جديد موجه إلى الجزائر. فبالنسبة لبعض المنابر المحسوبة على السلطة المغربية، يبدو أن الجزائر أصبحت مسؤولة عن كل شيء يحدث في المملكة، من الأزمات الاقتصادية إلى التوترات الدبلوماسية، وحتى عن الشباب الذين يفرون من وطنهم بحثا عن مستقبل أفضل. محاولة الزج بالجزائر في كل أزمة داخلية يعيشها المغرب، فهي أصبحت بالنسبة لكثير من المتابعين وصفة جاهزة تستعمل كلما ارتفع منسوب الغضب الشعبي أو ظهرت أزمة جديدة. وبدلا من تقديم حلول حقيقية للمواطنين، يجري توجيه النقاش نحو الخارج، وكأن تحميل الجار المسؤولية سيخفض الأسعار أو يوفر فرص العمل أو يمنع الشباب من الهجرة. واللافت أن بعض ما يعرف إعلاميا بأبواق المخزن يتصرف وكأن المشاهد التي وثقتها الكاميرات لم تقع في المغرب بل في دولة أخرى. فالأزمات لا تحل بإعادة تدوير خطاب المؤامرة، بل بمواجهة أسبابها الحقيقية. وتحويل الجزائر إلى شماعة كل أزمات المغرب فقد يكون مادة صالحة للعناوين الدعائية، لكنه لا يقدم جوابا واحدا عن السؤال الذي يؤرق المغاربة: لماذا يهاجر أبناؤنا؟ دور الجزائر في مؤامرة سبتة. انت بتتكلم جد؟ أيوة، مفيش مصيبة بتحصل في المنطقة دي إلا لما لازم يكون وراها مخابرات عبلة وقصر المرادية. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. أنا هشرح لك أنا إزاي وصلت لهذا التحليل وهذه القناعة. لا يا شيخة. دور الجزائر في مؤامرة سبتة. والنهاردة هقول لك إيه الدلائل اللي أنا بقوله. أولا، خلينا نتفق إن يوم اللي حصل فيه خروج الناس إلى سبتة بهذا الشكل ده كان يوم الاحتفال بعيد العرش المجيد، والمغاربة بيحتفلوا بهذا اليوم. وكمان المرة دي مش بس حصاد 27 سنة لجلالة الملك محمد السادس، لا، ده خطاب العرش ما بعد الانتصار. أول مرة أسمع شعب بيهرب من بلد. أنا سمعت رئيس هرب، وزير هرب، إنما شعب كامل. دي جديدة. هو إيه اللي حصل في مملكة البابون؟ هل تتخيل إن لو حتى المغرب عاوز يعمل ده هيعمله يوم عيد العرش؟ لا أعتقد. عطاونا الشوهه، عطاونا ليماج، وسخوا صوره البلاد، ايماج خايبه على المغرب. كنقولوا المغرب غادي كيتحسن، ولكن انا بالنسبه لي انا غادي كيتكفس من ما كتشوفوش من حال المعيشه، القدره الشرائيه ديال المغربي اللي غادي وتأزم، ما كاينه خدمه، ما كاين طريق. أنا عاتب طبعا على يوتيوبر كتير وأغلبهم أصدقاء أعزاء مغاربة بدأوا يغزوا السردية اللي بتقول إن المغرب هو اللي عمل ده عشان يعاقب الجزائر بزيارة سانشيز، بيدرو سانشيز، اللي هي بعد كأس العالم فورا راح لهم هناك. هذا غير حقيقي، لا يتفق أبدا مع حدث، مع احتفال المغرب بعيد العرش. ده المغاربة زعلانين ان الجزائريين نجحوا ان هم يفسدوا عليهم هذا الاحتفال. ما كاين لا اجنده سياسيه ولا اجنده مع ديال بعض القنوات ولا بعض الصفحات ولا شي حد، ما كاين فيها لا ترامب ولا اليهود ولا الميريكان ولا حتى شي حاجه. اللي كاين وهو شباب بغى يخرج من البلاد، بغى يحصل الوضعيه ديالو حشومه. راه اكثر من 68 واحد ولا 70 واحد ربما الحاصله غدا وكتزاد يعني في المضيق وفي السبته وفي الناس اللي ماتوا اللي ما وصلوش. راه صورة قبيحة وصورة غتبقى في التاريخ على اللي وقع. أكثر من موقع على الإنترنت، على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، والكثير من هذه المواقع مصدرها مخابرات عاملة في الجزائر. ده اللي يفسر لك اما طلعنا بقى شفنا الفيديوهات جزائرية عمال يطلع لك فيديوهات بقى من جوه سبتة ولقاءات بيقول له أنا الجيش المغربي هو اللي جابني هنا. الجيش المغربي هيجيبك إزاي؟ واحد الإشارة على المغرب فابور
كاع الدول كتكلم عندنا وكل واحد اش قال، كل واحد لغى بلغاه. الخزن ديال سبته كيتعدى، ودابا حنايا باغيين نوليو نجربوا، غادي نمشيو، ولكن ان شاء الله فيها الموت فيها نحيا. المهم حنا ما بغيناش نبقاو بالمغرب. الرئيس الجزائري عبد المجيد حشاكم خايب اسمية، والمخابرات الجزائرية يريدوا أن يفسدوا عيد العرش. 1 2 يريدوا الوقيعة ما بين المغرب وبين أسبانيا. حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. ماشي بغى يخوي البلاد. الشباب ديالنا بغى التغيير وبغى الكفاءات وبغى المسؤولين النزهاء، بغاو المسؤولين اللي باغيين يخدموا البلاد. ما لقاش معامن، ما لقاش التعليم، ما لقاش الصحه، ما لقاش الخدمه، ما لقاش الطريق، ما لقاش المستشفى، ما لقى حتى شي حاجه في البلاد. ما كاين تحسين الوضعيه، الحياه الكريمه ما كايناش في هذه البلاد. وان العلاقات بين المغرب واسبانيا اصبحت علاقات متوازنه، واعتقد يعني هناك ملف مشترك هيجمعهم بتنظيم كاس العالم في 2030، المغرب واسبانيا والبرتغال. وهناك يعني تم الانتهاء من الدراسات الفنيه لاقامه النفق الذي سوف يكون نفق ربط قاري بين افريقيا وبين اسبانيا. فهل تعتقد ان المغرب هيغامر بعلاقاته بهذا الاجراء؟ تكلموا على الانجازات، من انجازات درتيها يا خنوش، انجازات صفر. اما الحديث بقى ان ده رد على زياره سانشيز للجزائر، هناك صاحب المصلحه في افساد العلاقه بين المغرب وبين اسبانيا، الجزائر. لا يا شيخة، بسم الله عليك، ها؟ خير إن شاء الله خير. من يريد إفساد العرس اللي موجود في هذا اليوم، المغرب في هذا اليوم بتتزين للاحتفال بعيد العرش المجيد. ما تستغربش لو نمنا النهارده وصحينا لقينا محمد السادس وشعبه اختفوا. مش واخد بالك ان ده بيحاول ان هو يغطي، بيحاول ان هو يصرف الانظار عن الحرائق اللي حصلت في الجزائر، ولا زالت الجزائر مشتعله. بيكذبوا يقول لك الحرائق انتهت، لا زالت الى الان الحرائق موجوده. 1968 حريق داخل الجزائر. مش واخد بالك ان التوقيت يقول لك ان لازم يكون الجزائر ورا اللي بيحصل ده. المغرب لا تعترف بسياده اسبانيا على المدينتين، والمغرب بيطالب بيهم طول الوقت. هنوصل للمرحله هيرجعوا مفيش تراب مغربي هيبقى مدنس باحتلال. لا والله ما تشوفها تقوم القيامه قاع. الجزائر عايزه تضرب اسفين في العلاقات المغربيه الاسبانيه، ان هم بيجننوا. ازاي المغاربه عارفين يعملوا المعادله دي؟ ازاي المغاربه في ظل وجود اراضي محتله من اسبانيا وهناك علاقات دبلوماسيه جيده، ان هم وراء كل مصيبه بتحصل في المنطقه. هم لا يريدوا بالمنطقه اي خير. اوسخ من كده مفيش، اوسخ من كده مفيش، عمري ما شفت اوسخ من كده.